عشان حد يحبك بدون أي سبب للحب، أو بمعنى أصح عشان حد يحب شخص ما يتحبش، دي حالة محتاجة حل من اتنين عشان تتحقق: يا معجزة يا حد عنده خلل في منظومة المشاعر والإدراك. لكن في الظروف الطبيعية ده مش هيحصل. السلام عليكم. واحد صاحبي كان عنده انترفيو كده في شركة، وكنت قايل له يكلمني بعد ما يخرج عشان يطمني عمل ايه، اصل انا عارفه ما بيسترش. المهم سألوه: بتعرف تتكلم انجليزي كويس؟ قال لهم: واتكلم انجليزي ليه؟ هي الشركة ليها فروع في نيويورك، ده انتوا في طلعت حرب. قالوا له: طب بتعرف تشتغل تحت ضغط؟ قال لهم: اه بس بشتم. قالوا له: طب ممكن تشتغل اوفر تايم؟ قال لهم: اه بس بحاسبن. قالوا له: طب بتغيب كتير؟ قال لهم: على حسب، انا لسه بقى ما اعرفش خالي هيموت كام مرة في الشهر. قالوا له: طب عندك خبرات سابقة في الشغل؟ قال لهم: ولما انا هاجيلكم بخبراتي انتوا هتضيفوا لي ايه بقى؟ بس. وخلص الانترفيو. وانا بقى مش هقول لك ايه النتيجة، انا هسيبك انت تتخيل. انت هتتخيل سيناريوهات كتير قوي. قالوا له: تمام، سيب رقم تليفونك وهنبقى نكلمك، وطبعا محدش كلمه ولا هيكلمه. قالوا له: انت مرفوض، وادوها له في وشه صايمة. جابوا له الامن يرميه في الشارع. اي سيناريو ممكن تتخيله هيكون واقعي، الا سيناريو واحد: انهم يقبلوه في الوظيفة، عشان صريح واللي في قلبه على لسانه. ربنا سبحانه وتعالى وهو بيعد أفضاله على سيدنا موسى قال له حاجة عظيمة قوي. قال له إيه؟ وألقيت عليك محبة مني. عارف ليه قال له كده؟ عشان كل الظروف الطبيعية كانت بتقول إن المنطقي فرعون يكره سيدنا موسى من أول لحظة ويقتله كمان. أصله يا جماعة واحد معاه نبوءة إن في طفل هيتولد وهيقضي على حكمه، وبدأ بالفعل يقتل كل الأطفال الذكور. وفجأة لقى البحر جايب له صندوق، بيفتح الصندوق ده لقى جواه طفل ولد، فحبه على طول. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى عدها على سيدنا موسى كمعجزة، إن المحبة كانت من غير أي سبب، دي من عند الله. والمعجزة دي زي ما حضرتك عارف وأنا عارف حاجة ما بتتكررش كتير، فما ينفعش تراهن عليها. كل علاقة بتدخلها في حياتك تقدر تعتبرها وظيفة بتقدم عليها. لازم تثبت كفاءتك وتقدم أحسن ما عندك عشان تتقبل. محدش مضطر يستحملك بكل عيوبك اللي انت أصلا مش ناوي تصلحها. وحط الجملة دي بين قوسين عشان دي منطقة تلاعب. هيطلع 1000 واحد يقولك اللي بيحبك هيحبك بعيوبك ومزاياك. ده صح إذا كانت العيوب دي قهرية وما تقدرش تغيرها، أو عيوب بسيطة تعدي مش مؤذية يعني. وإذا كنت أنت أصلا حاولت كتير تصلح العيوب وما قدرتش. لكن عيوبك اللي أنت اخترتها بنفسك ومصمم عليها مش من حقك تفرضها على حد. عشان حد يحبك بدون أي سبب للحب، أو بمعنى أصح عشان حد يحب شخص ما يتحبش، دي حالة محتاجة حل من اتنين عشان تتحقق: يا معجزة يا حد عنده خلل في منظومة المشاعر والإدراك. لكن في الظروف الطبيعية ده مش هيحصل. زي ما كل واحد فينا بيجتهد ويشتغل على نفسه وياخد كورسات عشان السي في بتاعه يبقى مليان ويقدر يقنع بيه أي مكان عايز يشتغل فيه، برضه محتاجين نشتغل على نفسنا شوية عشان سي في شخصياتنا يبقى مقنع للناس اللي بنتعامل معاهم. وزي ما المنافسة في سوق العمل شرسة، المنافسة برضه في سوق العلاقات شرسة، ومفيش حد ملوش بديل. انسى بقى الحجة بتاعت انا كلامي دبش بس اللي في قلبي على لساني. يا ريت تخليه في قلبك يا سيدي وما تقولهوش، لان ده مش عذر. من حق الناس اللي انت بتتعامل معاهم انك ما تجرحش مشاعر اي حد فيهم بكلمة كده ولا كده. انسى حكاية انا عيني زيها بس بحبك انتي. من حق الانسانة اللي في حياتك انك تحترم غيابها قبل حضورها. يا جماعة أنا عايز أقول إن تصحيح الأخطاء أسهل بكتير قوي من تبريرها. الوقت والمجهود اللي بتحتاجهم في كل مرة عشان تبرر عيب في شخصيتك مش عايز تغيره، أو خطأ متعود تعمله، أكبر بكتير قوي من الوقت والمجهود اللي هتشمر فيهم ايدك كده وتدخل على المشكلة وتتعامل معاها. محبة الناس شيء جميل، نعمة من نعم ربنا سبحانه وتعالى. عشان تحصل عليها انت محتاج تجتهد شوية، محتاج تغير حاجات في نفسك، او على الاقل لو مش هتقدر تغيرها تعتذر عنها وتقدم تعويضات. يعني لو ما بتعرفش تقول كلام حلو اعمل تصرفات حلوة. ما بتعرفش تواسي طبطب. لو عيبك انك عصبي
حاول تغيره، معرفتش تغيره اعتذر عنه. لكن انك تدور على حد يحبك زي ما انت كده من غير ما تجتهد ولا تحاول تشتغل على نفسك، هتبقى عامل زي صاحبي اللي حكيت لك عنه كده، مستني الشركة تقبله من غير ما يقدم اي حاجة. خليك فاكر ان قلوب الناس زي بيوتها، لو ناوي تدخلها لازم تحترم حق الضيافة. وكل سنة وانتم طيبين.